لطفي العبديلي مؤخرا فيما يتعلق بعروضك فيما يتعلق بالمهرجانات خاصة الصيفية وقعت بعض المشاكل. الحمد لله. في المواقع الاجتماعية خاصة أنه السبب هو سلفيين. هذا سبب الظاهر، أما السبب الحقيقي هو مش السلفيين. هو المشاكل بداتني من السيف مع الداخلية، معناها الداخلية نعرف شكون يحرك فيها، معناها مش البوليسية خرجوا. دونك انا استنتجت وبرشا استنتجوا الحكايه من كلها من الفوق، معناها كي ما نجموش يوقفوا لي امنيا العروض نتاعي، يحاولوا لي مشكله زعما من القدسات دون لو سونس اللي يبلي يتكلم ولا يعبر على رايه اكثر من الشيء اللي هما يشوفوه لازم يقلقهم، سواء كان فنان او مفكر او صحافي او حتى معناها مواطن عادي تولي عنده كلمه يتقع له مشاكل. معناها كل واحد في فنافور ما يخرجوا له، خاطر عندهم بوكو جوكر، عندهم جوكر المقدسات وعندهم جوكر السارق وعندهم جوكر هذايا ازلام نظام البيت، ومعناها كل الاتهامات هذيك الكل اللي كانت هي اصلا نفس الاتهامات اللي كان يستعمل فيها النظام البيت تاع قبل. دونك نحن اللعبه من بعيد فاهمينها، مي ابخي يخليوك في مصادمه صغيره مع بعض الاخوان السلفيين اللي مش الكلهم، فما فئه معينه. وفي نفس الوقت انا بتتر فاتكم الخبر معناها حليت هالمشكله مع السلفيين، تفهمنا لقينا حل دون لو سونس اللي باش ما تكبرش الفتنه وما يبداوش يشعلوا فينا من غادي وما يشعلوا فيهم من هنا. لقيت حل نتاعهم والحمد لله تو بور لو مومون. معناها حتى العرض نتاع قليبيا اللي قالوا مش تعمل باش تقلب عليه الدنيا، تعمل سافا لاباس، تعمل بتراضي من جميع الاطراف. الامن كان موجود باش يامن، جماعتي كانوا موجودين والسلفيين جاوا زاده تفرجوا روحوا، موقع حتى تصادم. نعرفوا اللي صارت مشاكل قبل مش كان ليك انت مع حتى البيرة من زمان، صارت في حمزه صارت انه الحكم امتنع انه يامن الحمايه نتاع. شنو هو السبب المباشر ولا خلينا نقول شنو هو السبب الغير مباشر اللي يخلي الامن ياخذ الموقف هذا؟ مش الامن ياخذ موقف، الامن هوكا كي قالوا له ارجع يخدم ارجع خدم. من الفوق يستعملوا في الامن كآلة كأداة كالعاده، هي يضربك بها. هو دون لو سونس قبل ولات اون فراز هاكا الناس الكل يعاودوا فيها، حتى في فرنسا عجبتهم خذاوها من السبيكتاكل نتاعي. قلت لهم الديكتاتوريه نتاع قبل تتبول يبعثوا لك الامن، الديكتاتوريه نتاع توا تتبول ينحيوا لك الامن. واطعس الحكايه اصعب دون لو سونس سي اون فورم دو تيروريزي ويضيقوها لك باسيفمون. معناها هاني مش نضربك مش نعمل لك شيء، اما كاين اسيستونس ا بيرسون نون اسيستونس ا بيرسون اون دونجي، قضيتها كبيره ياسر يعني، فهمتني؟ لطفي صارت قبل انه خلينا نقولوا السلفيين قلقوا لطفي في عادة العروض قبل. ليبيا معروفه على اساس انهي بلاصه متركزين فيها السلفيين، وصاروا حتى قبل اجتماعات احزاب عمرهم ما نجحوا على خاطر السلفيين كانوا قرروا انه الاجتماعات هذه ما تنجح. نفيت انه العرض نتاعك يتعرض في ليبيا وينجح. شنو هي الحاجه اللي خلت لطفي يلقى هالوئام ولا هالتوافق مع السلفيين في ليبيا؟ لاني انا بمبادره مني بحتى حد كنت نستنى في السلطات ولا طرف معين اذكى مني وعنده هكا هيبه يتناقش معهم ويحكي معهم على اساس فما تتحل المشكله. يا اخي انا قبل بجمعه من قليبيا كلمتهم وطلبتهم وقعدنا نتناقش وقعدنا نحكي وحتى لين في الاخر وصلنا الحل وصلنا ساعه. قلت لهم قبل ما نلقاو فاش ماناش متفاهمين وفاش مختلفين سيصير راهو عندنا 99% من حاجات متفاهمين منهم، لان اون لا ميم كولتور، اون لا ميم ريليجيون، اي اون لي ميم زيدي، اون لو ميم بيي، نحبوه الكل. سلفي والسلفي تونسي هو، وانا زاد فنان المسلم تونسي، سلفي والسلفي هو مسلم وانا مسلم، وانا بوكو دو بوان اون كومان، خلينا نتفاهموا فيهم هذوكم باش تولي فما باز تاع موده ومحبه ما بيناتنا مش كره، وبعد نمشيو نشوفوا الشيء اللي مش مختلفين. خاطر نوع المشكله تعمينا على الشيء اللي يجمعنا التوانسه الكل، وقاعدين نشوفوا كان في نقطه الاختلاف، هذيك الفتنه اللي تقع هي ما بين التونسي والتونسي. اليوم يحبوني انا اليوم نغزر الحاجه اللي مقلقتني فيك، هي حاجه بركه مقلقتني فيك، علاش ما نغزرش اللي فيك باهي ساعه اللي فيك انا وياك نجموا نجتمعوا فيه. اليوم في حاجه البلاد ومش كلام في الواحد، في حاجه البلاد ان نشوفوا نقاط القوه نتاعنا قبل ما نشوفوا نقاط الضعف. اي واحد فيه نقطه ضعف، اي واحد تركز معه فيه نقطه ضعف مهما كان، الكمال لله. ولذلك كي تفهمنا على انه معنى ايش معناها انا مسلم هما مسلمين، ايش معناها نقطه التبادل ما بيناتنا، وين نجموا نلقاو حل. سينو راهو باش تكون حرب اكثر من هكا. انا باش ناخذ في البوزيسيون نتاعي، هما باش ياخذ في البوزيسيون، والجوش باش تاخذ في البوزيسيون، والدرات باش تاخذ في البوزيسيون، وحتى حد ما هو باش يعمل با. هما عملوا با، انا عملت با، الحمد لله في الاخر وانا لقينا حل. معناها سيتي على ليميت با فاسيل مي سيتي فيزابل. تعاملت
عملت الشيء اللي عمله اليوم، اللي نورمالمون السياسي يخفق فيه. نورمالمون هذيك خدمه سياسي اليوم، مش خدمتي انا. خفق فيه سياسي. انا جي كومبري، قلت باش نقعد استنى فيه هذاك، استنى يا دجاج. هذاك السياسي باش نقعد استنى فيه اليوم. تيجا جبالي اليوم هو الاستا ما بينه وبين النهضه، معناها استا جبالي، استا ما بينه وبين روحه. الاستا اليوم هو الكورديناتور ما بينه وبين النهضه. اش معناها جبالي؟ معناها هو الاستا اليوم بينه وبين روحه. معناها جبالي اليوم كان فما مشكل يهز التليفون، يطلب التليفون الاخر اللي بعداه، يعلق كل شكون، يقول له جبالي، جبالي شنو احوالك؟ انا جبالي، ويعمل سكيزوفريني ويحكي مع روحه، يقول له ما لا تحلت المشكله، يا سي جبالي سلم لي على جبالي، ويعلق. معناها سي ابسورد، سي كوميك على ليميت. معناها كان وصلوا للابسورديتي هذيا، مش يفهموا مشكلتي، ما ينجموش يحلوها. خلينا نحلها وحدي مشكلتي، وكاو حليتها الحمد لله يا رب. برشا عباد يقولوا علاش لطفي العبدلي اشاك فوا يتثبت اسمه في المواقف السياسيه. اوترومون دي اخر ايامات من عليه لطفي العبدلي كان عطى تصريح على الفيسبوك، اليوم في حكم النهضه لطفي العبدلي عاود اختار نفس الطريقه وعطى ديكلاراسيون على الفيسبوك. علاش هو سببها؟ بخل في داري ما يعنيش باش نتحرك. دوزيامون كي نعطي من داري سي نوتر، سا ريبريزونت كو لطفي العبدلي. كي نعطيها من وسيله اعلام معينه ولا من تلفزه معينه، يظهر كانه مثلا ينجم كان نعطيتها من نسمه يقولوا ريت نسمه وراه وهما يحركوا فيه. كان نعطيتها من حنبال يقول لك حنبال عندها كونوتاسيون، حنبال ظهر لي وراه يحركوا فيه، خاطر هما عندهم كل مع التلفزه وكل مع وسائل الميديا عندهم عليها فكره ولون ونيه، وكل تلفزه ونيتها. انا ما بيسك ما ننتمي لحتى حزب، ما ننتمي لحتى حد، جو سوي ان مايون ليبر وحدي. Et je défends ma liberté et la liberté du citoyen tunisien. نمثل روحي ونمثل كان المواطن اللي يحب زاد قابل اني نمثله، مش بالسيف هو. دونك جو بريفير مو باتر تو سول. عليه؟ حتى كان نعمل غلطه وحدي يسامحك عليها المواطن، يقول لك وحده غلط. كان تعمل غلطه وراها حزب ولا وراها واحد يقول لك هذايا ما هو الا ماريونيت ونختموا به، وقتها حتى حد ما يتعامل مع القضيه نتاعك. انا بيدي وقتها كان حتى كيف نمشي مع اي طرف نتعارك معاه، سواء الداخليه ولا السلفيين ولا اي مواطن مثلا، يقول لي علاش نتعامل معك؟ خلينا نتعامل مع اللي باعثينك. مانيش مبعوث، انا ماني حتى حد، انا جو سوي ان ارتيست. ان ارتيست نورمالمون قيمته وقدره في انه يكون ليبر لو ماكسيموم، بالرغم الضغوطات، بالرغم التشكيك، وبالرغم الشريات اللي يحبوا يشريوك. فما حزب من الاحزاب حب يعطيني انا البرودكسيون تاعنا اكثر من 800 مليون باش نكونوا معاه وباش نقولوا، خاطر يقول لك هذا يحرك، ينجم يحرك الشعب، ينجم يجيوا اكثر من 9000 و10000 كل عرض يتفرجوا فيه. نحن قلنا لهم خويا راه ماهيش حكايه فلوس، ماناش نحبوا الفلوس، شكون ما يحبش الفلوس؟ اما الفلوس حلال اللي تابعين عليهم نحن، اللي جايين من فننا اللي نستحقوه، مش فلوس تاع حزب. نجم ناخذ 800 مليون توا ومن بعد سي نتيح من عين الشعب الكل وسي وليت فنان اللي ويمش تهرب وجهك. لطفي العبدلي اليوم بعد اللي صار الكل بوسيب، بعد اللي صار في مهرجانات السلفيه، خلينا نعرف لطفي العبدلي الفنان من شنو يخاف بالضبط في تونس؟ في تونس اولا في الدنيا اون جينيرال نخاف كان من ربي، نخاف كان من ربي عز وجل. هكا خاطر ربي كاش قرر لي حاجه باش نعيشها، ولكن نحس هكا نرقد مش مرتاح ونقول ربي غضب علينا، نبدا مانيش اليس في مخي. من بعد اللي خايف عليه تونس، خايف عليها من الفتنه. بلادي معناها اليوم اللي نعيش فيها اليوم، خاطر تونس معناها زاد تبدا مضيقه، ما نحبش التونسي عايش مضيقه للتونسي، ولا خايف ماك الفتنه نتاعك اللي ينطحوا فينا على بعضنا، تولي رحبه نتاعك باش هذاك اللي خايف منه، وهذاك اللي قاعد يصير هو تو انه تونس. نخايف لما نقاوش الحوار، خاطر التونسي متعنتز، نحن متعنتزين. انا ما يحكم فيا حد يا خويا، انا ما نناقش معك، كل واحد فكر، كل واحد ما يعملش باش نتناقشوا، عمرنا ما نوصلوا لها، خاطر عندنا الايديال نتاع الديمقراطيه لك كيف باش نوصلوا له الايديال هذاك؟ مش معناه هو باش يعطيونا الديمقراطيه نحن نحاربوا عليها، نحن نربحوها زاده بالديالوج، وماهيش فتها بالطول. الديمقراطيه باش نربحوها بشويه بشويه بشويه. السؤال باش نختم به شيء، اليوم ثم مشكله كما صار مع الفنانين في النقاش، اليوم هو مشكله مع الاعلام. نتابع نورمالمون الحكايات القضيه هذه. باوي مشيت حتى انا حتى قدام دار الصباح، ومشيت قعدت تفاعلت معاهم الاعلام. لا رايي في اللي قاعد يصير تو سامبلومون غروسو مودو الدوله ذي سي ان بتيت ابرونتي، دوله قلتش دوله، لو غوفرنمون سي ان بتيت ابرونتي ديكتاتور، قاعد يتعلم في الديكتاتوريه وقاعد يخلق في ديكتاتوريه جديده متناسبه مع العصر، ديكتاتوريه مودرن سوفيستيكي ما تنجمش تشدوا منها. اول باش يضرب اي ديكتاتور في العالم في تاريخ الانسان وفي تاريخ البوليتيك، اول ما يضرب المفكرين، يضرب المعارضين، يضرب الفنانين، لانهم هما عندهم الكلمه، لانهم هما يشويوا، لانهم هما يوجعوا. اذا ضرب ذوكم باش يسيطر على الباقي الكل،
هو يضرب لك تو سكي ان مومون ان رونديفو افيك لا كريتيك، يمنع المواطن انه يولي يفكر. اذا المواطن تنحط له الكريتيك صحيح سي بيان بلاسي كونت ديكتاتور وتولي ناس تعمل معناها نرجعوا لا بانديريزاسيون، une nouvelle forme de بانديريزاسيون كل بنادر جدد كلي مش لازم تسخنوا مع القانون جدد سانتيتيك، عرفتوا كلي يخدموا بهم في الحفلات الكبار يضرب واحد. ان شاء الله في الصيف في برلين والله ما نعرف شيء عملناه ولا المنيح.